اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعي عن الفاصوليا الخضراء. طبعا الفاصوليا الخضراء ده الموسم بتاعها وموجوده في السوق وطعمها زي السكر. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هقولك على كام تريكايه كده احنا وشغالين في الفيديو. في الاخر هتطلع معاكي الفاصوليا طعمها زي السكر. قبل ما نبدا الفيديو بقى، لو تشوفوني اول مره، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. لايك وشير واشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم، وفعلوا بقى زر التنبيهات على الكل عشان يوصل لكم كل شعار انا بنزله على القناه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل الفاصوليا القمر دي ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده يا بنات، جبت الفاصوليا الخضراء، غسلتها مره واتنين وتلاته. الخضار لازم يتغسل كويس، وبعد ما يتغسل طبعا يتنقع في ميه وخل. انا غسلتها كده كويس جدا، وبعد كده جبت ميه وخل ونقعت فيها الفاصوليا الخضراء من ربع ساعه لنص ساعه. الفاكهه والخضار انا بعملهم كده، تمام. وبعد كده غسلتها مرة تانية، وابتديت بقى اشيل الجزء من فوق والجزء من تحت. وهنا بقى يا بنات الكمية على حسب ما انتوا عايزين، يعني على حسب افراد الاسرة عندك. وبما اني طبعا الفاصوليا الخضراء لما بتبات بيبقى طعمها احلى، يعني في اكلات كده زي البامية، الفاصوليا الخضراء، السبانخ، لما بيباتوا بيبقى طعمهم احلى جنب طبق مخلل بقى وحبة رز او عيش، بيبقى طعمها زي العسل. تمام يا بنات. المهم يا بنات كده هخلص الكمية كلها كده بنفس الطريقة، نشيل الجزء من فوق والجزء من تحت. وبعد كده ايه، هبتدي ان انا اقطع الفاصوليا الخضراء على حسب ما انا عايزه. نحاول بقى احنا بنقطعها نقطعها كلها قد بعض زي ما احنا شايفين في الفيديو، ولا كبيره ولا صغيره، لانها بتفرق في التسويه. يعني لو قطعت جزء كبير وجزء صغير، الصغير يستوي قبل الكبير. احنا بقى عايزين نخلي التسويه كلها واحده، فهنحاول بقى نقطع كله قد بعضه. تمام. كمان يا بنات عايزه اقول لكم حاجه، ده الموسم طبعا بتاع الفاصوليا الخضراء. بما ان طبعا رمضان خلاص، هنبتدي بقى نفرز الخضار لرمضان. التفريزات بتاعت الشتاء، الفاصوليا والبسله والكلام ده. تمام. الفاصوليا الخضراء ده الموسم بتاعها ورخيصه في السوق، مش غاليه. البسله نازله غاليه، الفاصوليا رخيصه. مش لازم تجيبي 5 و6 كيلو، لا امشي على قدك. يعني كل ما تنزلي السوق لقيتيها رخيصه، هاتي كيلو، هاتي كيلو ونص وابتدي خزني. مش لازم تجيبي كميه كبيره عشان تخزني، كل واحد بيمشي على قده. تمام يا بنات. ربنا كده يا بنات يوسع رزقنا ورزقكم، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. المهم يا بنات، هنا جبت حله حطيت فيها بقى معلقه كبيره من السمنه، معلقه محترمه كده. مفيش سمنه اعملي بزيت، مش هيقول لا. هنا يا بنات السمنه ساحت، وهبتدي عندي بصلايه كبيره مفرومه ناعم، مفرومه مبشوره متقطعه زي ما تحبوا، بس انا ما بحبش البصل يبقى ظاهر معايا في الاكل، فبفرمها ناعم جدا. رشه من الملح وتقليبه كده للبصله، واسيبها لحد ما تدبل وتاخد لون دهبي. مش هغمق البصله، تمام، يعني اخليها ادوبه كده تاخد لون دهبي بسيط. هنا خلاص يا بنات البصلايه دبلت واخدت لون دهبي بسيط كده، مش هنغمق زي ما اتفقنا. هبتدي بقى مش هنزل بعصير الطماطم، لا هنزل بالفاصوليا الخضراء. اشوح بقى الفاصوليا الخضراء مع البصله مع التوابل اللي احنا هنحطها، بتودي الفاصوليا في مكان تاني. المهم نزلت كده بفصين توم مهروسين، رشه من الكزبره، رشه من البابريكا، رشه من الفلفل الاسود طبعا، والملح. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، وما اقولكوش الريحه في الوقت ده بتبقى ايه. بجد طبعا الفاصوليا مع التوابل مع الثوم بيبقى ريحتها تحفه. غير طبعا ما انت طبعا تنزلي بعصير الطماطم وتسبكي وتنزلي، لا كده بتبقى خف، وطعمها كمان بيبقى خطير. هنغطي بقى ونسيبها حوالي يعني 5 دقايق كده. تمام. شايفين شكلها ازاي تحفه. بعد كده يا بنات هنزل باللحمه تاخد نفس التشويحه اللي خدتها الفاصوليا الخضراء، طبعا طعمها بيبقى تحفه. ما عندكيش لحمه تقدري، لو عندك طبعا حته لحمه كده مفرومه تقدري تحطيها، مش هتقول لا، تحطيها بس الاول قبل ما تنزلي بالفاصوليا. يعني اللحمه نشوحها الاول وبعد كده ايه، ننزل بالفاصوليا. ما عندكيش لحمه خالص، تنزلي على طول بعصير الطماطم، مش هتقول لا. المهم يا بنات، شوحت اللحمه طبعا مع الفاصوليا الخضراء والتوابل والبصل طبعا والثوم، كانت الريحه وهم. وبعد كده نزلت بعصير الطماطم. مش هنزل باي شوربه، هخليها الاول تتسبك. هسيبها كده على نار هاديه لحد ما تتسبك. شايفين اهو شكلها ازاي. انا ما ضفتش اي شوربه، هي لسه بتتسبك مع بعض، لازم تتسبك كده. وبعد كده هنزل بالشوربه. تمام يا بنات. طبعا هنا اللحمه يا بنات انا سلقاها كده، وخليت في السوا بتاعها تركايه بسيطه كده هتكمل بقيه السوا بتاعها مع الفاصوليا. تقليبه كده حلوه. خلاص. اعرف ان هي اتسبكت ازاي لما تلاقي بقى السمنه او اي ماده دهنيه انت حطاها بقيت من فوق كده، من فوق الفاصوليا. تمام. هبتدي انزل بالشوربه كده، وهسيبها بقى على نار هاديه لحد ما تستوي. بعد كده يا بنات انا ظبطت الملح وغطيتها بقى وسبتها على نار هاديه لحد ما تستوي. وده بقى يا بنات بيكون شكل الفاصوليا بعد ما استوت. بجد يا بنات كان طعمها زي السكر. التركات اللي احنا عملناها في الفاصوليا
وديتها مكان تاني، بجد طعمها كان خطير. كمان يا بنات عملت جنبها رز بشعرية، وكانت احلى غدوة. بتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، وطريقة الفاصوليا الخضراء تكون عجبتكم. ولو عجبتكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وعلى زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.